وفيها ايه يعني؟ ده احدث احدث الافلام. الافلام اللي لسه نازله من كام يوم. ماجد الكدواني. ماجد الكدواني. سؤال بقى قبل ما انت ما تقول الحكايه دي، هل هو فعلا قصته قريبه جدا من موضوع عائلي؟ ان هو الشخص اللي راجع من بره وبيرجع للاسره لا هو شخصيه ماجد الكدواني كأب، او هو طالع جد في الفيلم ده. جد. اوكي. بس شخصيته كأب ومعاه اسره وناس كوميديه وبتاع وفي متنفس كوميدي. هي بس البلوت مختلف تماما عن موضوع عائلي. لكن هو اسمه مصطفى غريب، مش بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، اسماء جلال، والبنت الصغيره، وطبعا غادة عادل، والبنت الصغيره اللي انا مش فاكر اسمها، بس البنت دي مؤخرا عملت اعمال كتير. بنت لطيفه جدا وبجد بتبسط وهي بتمثل كويس جدا، بتبسط وهي في كل الاعمال. حلو. الجديد بقى في الفيلم ده انه مصطفى غريب. طب كلمني عن الممثلين بقى. مصطفى غريب طالع جزء اسماء جلال. جزء اوكي. فاللي هو في اشغال شقه كان اللي هو الشخص اللي هو بره الاسره اصلا، اللي هو يعتبر منبوذ ولكن هو موجود في كل اللي وصل ان هو بقى جزء اسماء جلال وانت مصدقه. وفي نفس الوقت هو عامل الدور كوميدي، هو البلوت بتاعه برضه كوميدي، وكل مشهد بيطلع فيه بيضحكك. حلو بجد. وتحسه كده يعني كميته ممكن تظبط مع، يعني كان في الفنانه ميمي جمال طلعت معاها في 3-4 مشاهد كان في كيمياء ما بينهم، مع الاستاذ ماجد الكدواني في كيمياء ما بينهم، مع اسماء جلال. هو تحسه شخص سلس ان هو في تعاملاته مع الكاركترز. حلو جدا. بالظبط. الفيلم بس مشكلته انه طويل شويه، 2 وتلت يا جماعه على الفيلم ده. لا هو كانوا ممكن يلموها في 2 إلا 10 دقايق، يعني يشيلوا نص ساعه من الفيلم. طب واسماء جلال وغادة عادل؟ اسماء جلال يا جماعه مبهره بجد والله ما بأفور، مبهره لان هي مثلت الدور حلو قوي وعملت دراما بطريقه طبيعيه جدا واثرت فيا. بس واضح ان الفيلم ده متصور من فتره، لانه اشكالهم تقريبا مختلفه عن اليومين دول. عن اليومين دول. بس فيلم فيها ايه يعني؟ فيلم طبعا موجود في السينمات دلوقتي، مشكلته انه طويل بس ممكن تدخلوه جدا.